أول ما الأذان يأذن بناكل كل حاجة قدامنا مرة واحدة. 3 عادات بعد الفطار هيخليك تخس في رمضان. عايزين تخسوا في رمضان، الموضوع بس مش في الاكل، القصه في 3 عادات بعد الفطار. بما اننا بنصوم 13 ساعه في رمضان، جسمك اصلا بيكون في وضع حرق دهون، بس اللي بنعمله بعد الفطار هو ده اللي هيحدد ان احنا هنخس او هنزيد. اول عاده تنظيم طريقه الفطار، اللي هو الوعي الغذائي. قبل اي حاجه لازم نبدا بكوبايه ميه عشان نهيئ المعده ان هي تشتغل، لان هي بتكون في حاله خمول مده فتره الصيام. بعد كده نفطر على 3 تمرات، نصلي الفرض بتاعنا ونرجع نكمل اكل عادي. ده بيمنع انك تاكل بسرعه، وفي نفس الوقت بيقسم الانسولين ان هو ما يطلعش مره واحده. كنت عامل فيديو عن الانسولين هحطه لكم في الكابشن، اتفرجوا عليه هيفيدكم. تاني عاده تركيب طبقك صح، عشان نكون عارفين ان تقسيمه الطبق دي هنعتمدها في كل وجباتنا. هنقسم الطبق بتاعنا على 3 مراحل: نص بروتين، ربع كربوهيدرات، وربع الياف. البروتين بتاعنا يكون فراخ او لحمه او سمك متوفر عندنا والارخص بالنسبه لنا في نفس الوقت اللي احنا بنحبه. الكربوهيدرات رز او مكرونه او بطاطس. الالياف خضار، سلطه، اي حاجه برضك متوفره عندنا. البروتين هو بيزود الشبع في نفس الوقت ما بيخلكش جعان طول الليل. تالت عاده سحور يشبعك ما يعطشكش. هنعتمد تقسيمه الطبق بتاعنا هيكون متقسم عباره عن بروتين والياف. البروتين بتاعنا هيكون بيض، زبادي، جبنه قريش، فول عادي بروتين نباتي. الالياف بتاعي عادي خصايه، خيار، ايا كان الخضار اللي عندك كله وخلاص. ولو عرفنا نشرب مثلا كوبايه لبن بشوفان، حاجه بسيطه كده مع موزايه مع معلقه عسل. والاهم من ده نشرب ميه كافيه ما بين الفطار والسحور، بس ما نزنقش معدتنا قبل الفجر. كده كده جسمك هياخد كميه الميه اللي محتاجها وهيخرج الباقي، فده هيخليك تقلل الجوع تاني يوم، مش هيخليك تفطر وتاكل اي حاجه قدامك. معلومه الفيديو بقى، الصيام بيقلل الانسولين وبيظبط جسمك. رمضان هو اسهل وقت تخس فيه، لانه بيكون الصيام صيام جاف. ولو كملنا على العادات اللي انا قلت لكم عليها تعمل الدايت او العاده بشكل سليم من غير ما تحس ان الدايت بيكون قاسي عليك. لو عجبكم الفيديو تابعوني ان شاء الله. الفيديو الجاي هتكلم عن انواع الدوتكس، ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وشاركوني في الكومنتات واعملوا لي فولو ولايك، واستنوني في الفيديو الجاي. سلام.